السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنشرح في الفيديو ده الإدغام بغير غنة. الإدغام بغير غنة. الإدغام بغير غنة هو إدخال الإدغام هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء بغير غنة، من غير غنة، بدون غنة. يبقى إدخال النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء بحيث يصيران الحرفان كالثاني مشددا، ويسمى إدغاما كاملا لذهاب ذات الحرف وصفته. يبقى إدغام النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء بس من غير غنة، بدون غنة خالص. طيب، حروفه الراء واللام. يعني حروف الإدغام بغير غنة كم حرف؟ حرف الراء وحرف اللام، حرفين بس، حرف الراء واللام. يبقى حروف الإدغام بغير غنة الراء واللام، حروفه الراء واللام. يلا نتدرب على الإدغام بغير غنة. انتبه معايا وركز معايا في التطبيق. ادي نون ساكنة بعدها الراء، والراء من حروف الإدغام بغير غنة. إدغام النون في الراء بس بغير غنة، هكذا: عن ربهم، عن ربهم، إدغام النون في الراء. عن ربهم، عن ربهم، عن ربهم. المثال الثاني مع التنوين، تنوين بالكسر، تنوين بالكسر بعده الراء، والراء من حروف الإدغام بغير غنة. عيشة راضية، معايا تاني: عيشة راضية، عيشة راضية، عيشة راضية. أضغمنا التنوين بالكسر مع الراء. المثال الثاني نون ساكنة بعدها اللام، نون ساكنة بعدها اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. خلي بالك، إدغام النون في اللام هكذا: لئن لم، لئن لم، لئن لم، لئن لم. مثال الثاني دي نون ساكنة بعدها اللام، خلي بالك وانتبه معايا، درس سهل جدا وبسيط وشرح ما فيش أي صعوبة. نون ساكنة بعدها اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. إدغام النون في اللام بس بغير غنة خالص، فيش غنة، هكذا: من لغوب، أهو، من لغوب، من لغوب، من لغوب، من لغوب. مثال الثاني تنوين بالضم بعده اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. ضغام التنوين بالضم في اللام هكذا: خير لك، خير لك، خير لك، خير لك. إدغام التنوين بالضم في اللام، خير لك. مثال الثاني تنوين بالضم بعده الراء، والراء من حروف الإدغام بغير غنة هكذا: غفور رحيم، غفور رحيم، غفور رحيم، غفور رحيم، غفور رحيم. مثال التالي تنوين بالكسر بعده اللام، تنوين بالكسر بعده اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. خلي بالك، إدغام التنوين بالكسر في اللام هكذا: همزة اللمزة، همزة اللمزة. اسمع تاني كده: همزة اللمزة، همزة اللمزة، همزة اللمزة.
المثال الثاني تنوين بالكسر بعده الراء، والراء من حروف الادغام بغير غنة. ثمرة الرزق، ثمرة الرزق، ثمرة الرزق، اهو ثمرة الرزق. يلا تاني نعيد تطبيق تاني. عن ربهم، عن ربهم. عيشة راضية، عيشة راضية. لئن لم، لئن لم. من لغوب، من لغوب. خير لك، خير لك، خير لك. غفور رحيم، غفور رحيم. همزة اللمزة، همزة اللمزة. ثمرة الرزق، ثمرة الرزق. ده شرح الإدغام بغير غنة، شرح الإدغام بغير غنة. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم صالح الأعمال. ما تنساش زكاة العلم نشره، زكاة العلم نشره، والدال على الخير كفاعله. يعني اسمع الفيديو، بعد ما تسمعه وتستفيد منه إن شاء الله وتفهمه كويس، ما تنساش تفيد غيرك، يعني شيره لغيرك، شيره لغيرك عشان غيرك يستفيد، وإن شاء الله يبقى ثواب ليك وصدقة جارية ليك إن شاء الله. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.